شهر الخير هل علينا، حقق يا ربي أمانينا واحبابنا منتظرينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واتم اسعد حال. كل عام وحضراتكم بخير. استعدنا بقى بنرتب لتنظيفات قبل العيد يعني. كل عام وانتم بخير يا رب، وينعاد عليكم الايام بكل خير وصحة وسعادة. هوريكم ازاي نظفنا السجاد كده، وازاي بقت الالوان بتاعته مزهزهه وجميلة ونظيفة، ما فيهاش اي بقع ولا اي حاجة. قبل ما ندخل في الفيديو اقول لكم الطريقة ازاي نظفت السجادة كده وبقت الوانها مزهزهه وجميلة. حطوا لي لايك، واللي ما اشتركش في القناه ينزل يدوس كلمه اشتراك ويفعل زر الجرس ويختار الكل عشان يوصلوا كل جديد. بحبكم في الله، احلى اخوات في الدنيا، بدعمكم بستمر. يلا بينا ندخل على الطريقه. اول حاجه جبت السجاده. طبعا لو المكان عندك ضيق او اي حاجه بتقسمي السجاده كده، بتبرميها من ناحيه وتفردي الناحيه اللي انت هتغسليها وتبليها ميه، طبعا بالخرطوم بجردل باي حاجه، المهم ان انت تبليها ميه وبرش عليها عفوا برش عليها كده المسحوق بتاعي، ايا كان انت عايزه تستخدمي برسيل جل او بودر، المسحوق اللي انت ترتاحي فيه. والطريقه جبت فرشه شعر ديت. الطريقه دي بتسهل عليا غسيل السجاد جدا جدا جدا. طبعا احاول انا امسك ابني التليفون واقول له صور يا حمزه، بس هو طبعا مش عارف يظبط الكادر قوي، فاستحملوني. فالمهم تجيبي فرشة شعر كده عادية خالص، يعني فرشة شعر شعبية، بس تكون ايه طرية معاكي مش ناشفة يعني، علشان سنونها ما تتكسرش. تمام كده. وبرش بعد طبعا ما عملت السجادة بالمية، رشيت عليها المسحوق، وبعد كده نزلت فيها ايه رايح جاي كده بالفرشة. هتلاقيها سهلة جدا معاكي، ومش الفرشة مش تقيلة في ايدك زي فرشة البلاط او الفرشة اللي هي بتاعت ايد المكنسة ديت. مش تقيله خالص في ايدك، وهتروح معاكي رايح جاي. وفي بقع اهو في السجاده مش نظيفه قوي، وبتطلع البقع وكل حاجه. فيا ريت الطريقه دي تعجبكم. وفي طريقه تانية هتسهل عليكي لو في البقع، لو السجاده مبقعه قوي، او فيها مثلا سجاده مطبخ بيبقى فيه زيوت وبيبقى فيها دهون وحاجات من ديت، فبيبقى صعب ان انت تغسليها يعني تنضف معاكي بسهوله، والبقعة دي تروح. قلب خلطات، تقعدي تحطي كربونات على ملح ليمون على كلور انا مستخدمتش غير مسحوق اللي هو اوكسي، وحاجه كمان هقول لكم عليها بس في اخر الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، حطوا لي لايك وشجعوني، علشان ايه الطريقه دي هتوفر عليكم التنظيفات بتاعه السجاد. بدل ما بياخد معاكي ساعه وساعتين هياخد معاكي نص ساعه. انا طبعا هو اللي اخرني ان انا كنت ماسكه التليفون بايد وبصور لكم، يعني بصور بايد وبغسل بايد، فدوت صعب بالنسبه لي. فشجعوني بقى، حطوا لي لايك علشان استمر يعني بدعمكم لي. يا رب تكون الطريقه عجبتكم. ولسه في طريقه كمان علشان تنضفي البقعه وما تحتاجيش ان انت خلطات كتير ومسحوق كتير، وتوفر عليكي شراء المساحيق يعني كتيره اللي احنا بنعملها، وان انت تعمليش خلطات. لا، البقعه هتنضف معاكي بكل سهوله من غير خلطه ولا غير اي حاجه. بس حطوا لي لايك، وان شاء الله اخر الفيديو هقولها لكم. انا طبعا الحته اللي انا غسلتها برمتها وشطفتها طبعا، وبعد كده لفيت يعني فردت الحته التانية اللي هي في النص ديت، وببلها طبعا ميه نفس الطريقه، وهرش عليها مسحوق. لو كان السجاده مش متوسخه قوي هرش عليها مسحوق بس. تمام كده. وفرشه الشعر ما بستخدمش الفرشه بتاعه المكنسه، ولا اللي هي الفرشه التانية بتاعه غسيل السجاد دي خالص، ما بقيتش استخدمهم لانهم كانوا بيتعبوا ايدي وبيبقوا تقال وبيمسكوا ساعات في السجاده كده، بياخدوا وقت. تمام كده. رشيت عليها المسحوق اهوت، وبرش عليها شويه ميه علشان المسحوق يعني يدوب شويه ويرغي معايا ويغسل معايا السجاده كويس. وشهور شهاد بتسهل معايا الامور. لو مش بصور انا كنت عملتها في ربع ساعه السجاد يعني، لكن انا بصور فبياخد معايا وقت على ما بظبط الكادر بتاع مركزه يعني في الحته اللي انا جايباها، المقطع اللي انا جايباه، ومركزه برضو على المكان اللي فيه البقع وكده. فحطوا لايك بقى، مش تنسوش اللايك، شجعوني علشان انا بنزل لكم بكل جديد. والطريقه ديت جديده، وفعلا من ساعه ما انا عرفتها الفرشه ديت بس بغسل بيها البطاطين وبغسل بيها السجاد، بتسهل عليا حاجات كتير جدا جدا جدا. ومتنسوش دعوه حلوه منكم، واي استفسار اكتبوا لي في التعليقات، وجربوا الطريقه ديت واكتبوا لي في التعليقات برضو ايه رايكم فيها، يا ترى نضفت السجاد ولا ما نضفتوش.
والحاجات دي. طبعا غسلتها كده بجر بقى ايه المسحوق والاريال وكل حاجه من على السجاده كده علشان ايه ما اقعدش اشطف فيها كتير. وبعد كده همسك الخرطوم زي ما انتوا شايفين بشطف تاني اهوت، يعني علشان ايه ما يبقاش فيه صابون ولا كده ويجير على السجاده. لازم تشطف السجاده كويس جدا جدا بالميه الجاريه ديت، او بجردل بخرطوم بالحاجه المتوفره عندك، لحد ما الصابون ولحد ما الميه اللي قدامك دي تطلع ايه رايقه ونظيفه وما فيهاش اي رغاوي يعني صابون ولا فيها حاجه، علشان ما يغيرش على السجاده ويبقى لونها ايه مطفي كده وما ما تبقاش مزهزهه وكده حلو. في ناس طبعا بتحط كلور على السجاد وبتحط ملح ليمون وبتحط كربوناته وبتحط المسحوق. طبعا انا ما استخدمتش غير المسحوق والفرشه بس فقط لا غير. وحاجه كمان هقول لكم في اخر الفيديو باذن الله، لو السجاده مبقعه استخدم حاجه كمان. ديت ما كانش فيها بقع كتير قوي لان ما فرشتهاش كتير، فايه يعني ما حطيتش عليها خلطات ولا حطيت عليها اي حاجه غير المسحوق. فطبعا انت عارفه السجاد بتاعك اذا كان متوسخ يعني قوي ولا سجاده نظيفه، فتبقى عارفه السجاده اللي انت تغسليها ايه نظيفه ولا متوسخه قوي. فلو نضيفه اغسليها بالمسحوق والفرشه بس هتنضف معاكي بكل سهوله، والخرطوم كده شغال معاكي او الجردل فيه ميه. وطبعا لو عندك اولاد كبيره هيساعدوكي طبعا، هيمسكولك الخرطوم، هيمسكولك الخرطوم يعني ويبقوا ايه شغالين على الحته اللي انت بتشطفيها يعني. انا طبعا هنا ماسكه الفرشه والخرطوم وبشطف تاني وماسكه الفرشه وما بشطفش بالخرطوم بس بعمل بالفرشه علشان لو في صابون او في اي حاجه ماسكه في السجاده تطلع ايه بالفرشه ديت رايح جاي كده، ما بتاخدش معايا وقت كده. خلاص اهو زي ما انتوا شايفين السجاده نطفت وبقت زي الفل اهيت، بس انا ايه بطلع منها ايه الرغاوي بتاعه الصابون علشان تبقى الميه بتاعتها نظيفه والالوان بتاعتها ما تبقاش مطفيه. حطيتوا لايك ولا لسه؟ انا طبعا بس يعني الغرض من الفيديو مش المنظره ولا اننا نطلع حاجه يعني حاجات بيتنا ولا حاجات من دي، لا والله العظيم. الغرض من الفيديو ان في ستات بتتعب جدا في غسيل السجاد، فعشان نريح يعني نريح بعضنا ونفيد بعضنا، يعني كلنا نفيد بعض. فانا قلت لكم الطريقه ديت علشان لو انت تعبانه او كده تغسليها بالفرشه بتاعه الشعر، مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. اهو بشطفها كده في السوا، الحته اللي انا بشطفها بروح برماها علشان ايه اغسل الحته اللي اغسل حته غيرها. يبقى المكان لو عندك ضيق بتبقي قاسمه السجاده، برمى نصها وفرده نصها علشان ايه تغسليها، والنص اللي تغسليه اشطفيه وبروميه وافردي حته غيره، يعني المكان مش مشكله. انا اسفه طبعا على الاضاءه، اللمبه كانت بتاعه الطرقه ديت محروقه فانا مشغله الفلاش بتاع التليفون بس، سامحوني بقى على الفيديو دوت، ويا رب تكون الفكره وصلت لكم واكون افدتوا. ادي السجاده التانية ديت مبقعه جدا وفيها بقع كتير بس هي منها غامقه فمش باين اول بقع فيه، بس هي مبقعه. التانية ديت اولانيه كانت نظيفه شويه عنها. ادي الفكره التانية اللي هي الطريقه التانية، لو انت السجاده عندك مليانه دهون او مليانه بقع بتجيب الصابون البلدي ب2 جنيه هيكفي معاكي كذا سجاده. بروح ممشي بتبلى طبعا السجاده كويس بالميه واروح ممشيه الصابونه كده ايه رايح جاي على السجاده لحد ما ايه ترغي معايا كده. وبستخدم برضو الفرشه هي بتطلع الشعر وبتطلع اي حاجه في قلب السجاد، يعني مش يعني الطريقه ديت بجد هتنفعكم وهتريحكم جدا وهتنضف معاكم السجاد زي ما انتوا شايفين اهوت. الفرق واضح بين الحته دي والحته ديت، وهي السجاده دي حفره على فكره، والسجاده بتروح عادي وتيجي، يعني الفرشه بتروح وتيجي عادي ما بتمسكش في قلب السجاد ولا في اي حاجه. خلاص كده انا غسلتها بالصابونه ديت، وبعد ما يعني مشيت عليها بالصابونه رشيت شويه اريال وشويه كلوركس الوان علشان يبقى الريحه حلوه شويه، يعني ريحه الصابون دوت بيبقى ريحته مش حلوه قوي، فانا عشان اخلي الريحه حلوه ممكن استكفي بس بالمسحوق والصابونه بس، ممكن ما تحطيش كلوركس الوان. ولو عندك معطر سجاد عاب حابه حطيه مفيش اي مشكله. انا بعد ما مجريت عليها الصابونه كده ورحت رشه شويه اريال او اوكسي اي حاجه المسحوق اللي انت تستخدميه
وبعد كده فغسلتها بالفرشة، وبعد كده بشطفها تاني وتالت ورابع لحد ما الصابون يروح منها خالص. بنفس الطريقة بجري عليها الفرشة كده، فرشة الشعر، علشان الرغاوي دي تروح خالص، واي صابون او اي حاجة ماسكة في السجادة تطلع بالفرشة دي. شهر الخير هل علينا، حقق يا ربي امانينا، واحبابنا منتظرينا عالسفرة مجتمعين. كل عام وانتو بسعادة، وتقبل الله العبادة، لمتنا تحلى بزيادة رمضان الكريم. صلوا معي على النبي اللهم صل عليه وعلى آل محمد، زيدوا بالصلاة عليه. صلوا معي على النبي اللهم صل عليه وعلى آل محمد، زيدوا بالصلاة عليه، زيدوا بالصلاة عليه. الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله 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 يا الله. محمد يا حياتي يا دليلي ومناتي، انت والله نجاتي، بتنور قلبي وتهدي. محمد يا حياتي يا دليلي ومناتي، انت والله نجاتي، بتنور قلبي وتهدي، بتنور قلبي وتهدي. الله 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 يا الله، الله 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 يا الله.